السعرات، بس الحقيقه الموضوع ابسط بكثير، تقدر تخسر وزنك وتحافظ عليه من غير لا تجوع نفسك ولا حتى تحرمها من الحياه، بمجرد ما نغير عاداتنا والله أنا شكلي سمنان وصاير لي كرش مثل عادي ولازمني ريجيم قاسي. بس يا أخي والله ما بقدر، بس أشوف الشحم واللحم ما بعرف إيش بصر لي. بس لا لازم تقدر يا أب جمعة. بعدين بكرة إذا فكرت تتجوز على أم جمعة مين بدها ترضى فيك بهالكرشاد؟ بابا ياب بابا وجهي على اللي تقصف عمرك، ايش بدك؟ امي حنفية المطبخ متعطلة، دقلة نصلح خليه يجي صلحة. وليش ندقلة مصلح؟ انا ايش عم بساوي هون؟ 15 سنة اشتغلت بتصليح الحنفيات. بابا انت مشتغل بكل شيء مو بس بالحنفية. رجع منه رجع بتقشك. والله شكله بدها مصلح. ايش بقى بطلع فيني؟ من قبل روح جيب مصلح وتو ما بقول لك بدها مصلح. زبطت الحنفية ابو جميع. روحي من وجهي ها، روحي من وجهي مشان ما ابعجك الله. لك مين هالحمار اللي مادد ايده عليها؟ ابني حسن الحمار، مين في غيره؟ 1000 مرة قلت لك ما تمد ايدك على شغلة ما بتفهم فيها. هي خالصة مشي حالها. ايه الله يعطيك العافية، شو حسابنا؟ 200 ليرة الله يرزقك. ايش في 200 ليرة؟ ايه كل اللي اشتغلته 5 دقايق. كان اشتغلها انت حجي. يلا خلص خذ، هاي 150 ليرة مسيك. حسبنا الله ونعم الوكيل. خذ لنا طريق خلينا نمشي حجي. يا ام جماعة تعي شوفي الحنفية مشي حالها. غيره ايش بدك كمان هلا شاي؟ إيه بدنا كيلو كبابة وكيلو بندورة ونص كيلو بصل ونص كيلو فليفلة. لك يخرب ديارك ما بتخلص طلباتك انت؟ ايش بك اب جماعة، ايش بك انبحثت علينا؟ كنت بفكر اعملكم كبابة بندورة اليوم على العشاء. كبابة بندورة؟ إيه لا ما بدنا اصلا انا بعمل ريجيم. يعني هلا لانه طلبنا منك كيلو كبابه وشويه اغراض صار بدك تعمل ريجيم؟ لا الموضوع مو هيك، بس مالك شايف الكرسي متدلي قدامي مترين؟ يعني هلا اذا انت بدك تعمل ريجيم نحن ما رح ناكل يعني؟ خلص بعت ابنك يجيب الاغراض، يبقى انت لا تمد ايدك على الاكل، لا تقرب عليه نحن بناكل. بدي بالله شو؟ بدكم تبركوا قدامي تاكلوا لحم وشحم وابرك انا اتفرج عليكم؟ إيه لا ما حذرتي، ما دام انا بدي اعمل ريجيم البيت كله بده يعمل ريجيم معي. اب جماعة شاي بدون سكر والله ما بتنشرب، والله ما بتنشرب. لا احسن اصلا السكر مضر وبيسمن. مالك شايفه حالك صايره مثل البقرة؟ طب بابا اذا انت اللي بدك تعمل ريجيم نحن ايش ذنبنا نعمل ريجيم معك؟ خلاص لك جردون شو بكاسخ من تمسكت ها؟ حلو والله، بدك تحط سكر مشان اشتري عليه واعود اخرب ريجيمي مو؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. لك اب جمعة ايش عم تعمل هون؟ وليش هيك حالتك حالة؟ صاير معك شيء؟ اهلين ابو عبيده. لا والله بس عم بعمل شوية رياضة عشانه وزني زايد وعم بعمل دايت. شو؟ ما فهمت عليك.
دايت. لقب جماعة، ايش هالحركات هي؟ طلع وسطك حاج مسخرة، دايت طلع وسطك تعال شوف منظرك. اخوي ايش بدك مني؟ خلص اتركني بحالي. ايه على راحتك، ترى الدنيا شوب ومشغل المكيف انا بالسيارة ها؟ إيه رو توكل على الله رو. مثل ما بدك. سلام يا ابو الدايت. الله معك. اخرب ديارك اذا ما دمك سميك وزنخ. لك الله وكيلك يا ام خميس، الله وكيلك ما عم بزل عليك بحر، لك حيرمنا الاكل مقضينا على السلطات نحن. قال ايش شو؟ قال لانه هو بده يعمل ريجيم نحن كمان لازم نعمل معه، مشان ايش؟ قال مشان ما يشتهي، خدي بقى على هيك فصل، ايش اعمل معه؟ ايش اساوي؟ اطلب الطلاق ما بزبط، بركي معه كرمال هالولادات هدول انا. اسمعي ام خميس، كان شغله ابو جماعه اجا، يلا بحكي معك بعدين، يلا سلام. لك يا سلام، خلص نقلعي وبا بتوشك. هاي عادتك، غيرك لا شغله ولا عمله مثل الجاموس. وين عمك؟ ما بعرف، كانت بالغرفة الثانية. وينك يا مرة؟ ايه يا ابو جماعة هون قل لي، ايش بدك تزبطي لنا اكل اليوم؟ انا برأيي اليوم ناكل ملوخية، مفيدة وصحية وبتزبط مع الريجيم، وبصراحة أنا مشتهي عليها. فكرة والله بتصير. وأنت مين أخذ رأيك على إيش مشتهي؟ بعدين الملوخية بحمصوها بالسمنة، وسمنة يعني سعرات حرارية. أنت بتعرف إنه كل معلقة سمنة فيها 110 سعرة حرارية، وسعرة حرارية يعني دهون، ودهون يعني كرش. يا بجمعة لا تدقق كمان أنت كل هالشي، إيش ما ناكل يعني نموت؟ طلع جسمي شلون عم يرجف من امبارح مخلينا بدون أكل مجوعنا. والله زعلتيني عليك يا ام جمعة. خلص معناتها عاملين لنا سلطة كمان سلطة. ايه سلطة؟ اصلا افيد شيء واحسن شيء للريجيم. طب يا بابا خلص انت كل سلطة، ايش بدك فينا؟ اتركنا خلينا ناكل ايش ما بدنا. انا حكيت انه الكل بده يعمل معي ريجيم، انتهى الموضوع. حاضر. تفضل جماعة، تفضل اخوي اشتهيت ليش انا مش النسوين؟ انت عمل دايت. قريته ان شاء الله سمنة وعسل يا ابو بادة. ديارك الهي. سعرات حرارية، لازم اعمل رياضة مفيدة، أصير آكل شغلة. لكن جماعة شو بتعملي؟ ما بعمل شيء، فوت مشان اشرب مي. تشربي مي؟ وهاد الاكل اللي بايدك الشو؟ بالغلط. بالغلط قلت لي مو؟ قسما بالله العظيم معك ثانيتين اذا ما بتلحقيني على الغرفة شابحك. حطوا
لايك للفيديو، خلونا نوصله ل20,000 لايك. ام عبده وينك؟ لك سمعتي اخر خبريه؟ لا والله، ايش في؟ قال اب جمعه اب كرش، قال ايش هو؟ عم بيعمل دايت، عم يستقطع عم برقد بالحاره عم بيعمل رياضه. والله ما بصدق، والله ما بصدق، اذا بشوفه بعيني ما بصدق، ولك هذا عنده كرشه اغلى من ام جمعه. بتعرف لك ام عبده؟ عم بيخطر على بالي خاطر اروح ادق تليفون على اب جمعه وانقر عليه شوي على اساس عيزمه على خروف مكتف. والله فكره حلوه، روح دق له، روح دق له تمسخر عليه شوي، روح. الو الو، مرحبا ابو جماعه، شلونك؟ اهلين ابو عبيده. والله كنت عم بفكر اعمل لك عزيمه مرتبه، هيك شغل خروف مكتف ما خروف مكتف. ايه صحيح، ايه صحيح، نسيت انه انت عامل دايت. يلا غير مره، غير مره ان شاء الله. ابو عبيده انت زلمه ولا خربق؟ لا لا يا ابو جمعه، ايش هالحكي هاد؟ ما حبيتها منك منوب، اكيد انا زلمه. ما دامك زلمه انا بعرف الزلمه بحكي كلمه. ايه شو يعني؟ حبيت اقول لك انه انا خربت الريجيم، وبما انه انت زلمه وحكيت كلمه انه عازمني على خروف مكتف، انا قبلت العزيمه، واليوم المساء جاييكم ان شاء الله. يلا سلام. وينكن؟ خير ابو عبده؟ ايش صار؟ ايش في؟ يخرب دياره، مسكني على الكلمه والعزيمه صارت عن جد. ابشركم خربت الريجيم. اخي ما قدرت، انا زلمه بحب كرشي. وكمان في شغله تانية، اليوم عزيمتنا عند ابو عبيده على ايش؟ على خروف مكتف. لك ايه هي الاخبار اللي بتنسمع. اخ الله يسلم ايديكم على هالعشاء، والله شي ناهي. الله يرزق يا ابو عبيده.